حبا في رسول الله. شوف الحلقة دي للآخر وانشرها وهتعرف ليه. علشان تعرف أصل الحكاية تابع معايا. يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج إلى المدينة، خلاص مش هيخرج منها تاني، ورجع متعب جدا. وأول حاجة يعملها يجمع الناس على المسجد وينادي سيدنا بلال: أيها الناس اجمعوا في مسجد رسول الله. ويجمع الناس كلهم ويقف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول حاجة عجيبة قوي. وقف وقال: أيها الناس أشهدكم أني راض عن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعد العشرة المبشرين بالجنة، وراض عن المهاجرين والأنصار، فاعرفوا ذلك عني. اوعوا حد يجي جنب دول. وكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاعرفوا ذلك عني. أيها الناس أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في زوجاتي. أيها الناس احفظوني في أصحابي، فلا يبلغني يوم القيامة أن أحدا منكم آذاني في أصحابي. اوعوا أصحاب رسول الله. وخد بالك بقى من الحتة اللي جاية دي علشان خطيرة جدا. واستكمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عن المسلمين. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس وقال: أيها الناس عرضت علي الأمم يوم القيامة، رأيت نبيا يأتي ومعه رجل، ورأيت نبيا يأتي ومعه رجلان، ورأيت نبيا يأتي ومعه الرهط، ثم رفع لي سواد عظيم. السواد ده جاي من سواد الشعر، ففرحت وقلت: أمتي أمتي. فقيل لي: لا، هذا موسى ومعه قومه، ولكن انظر إلى الأفق الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: فنظرت فإذا بسواد أعظم، وقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب أو سابقة عذاب، فازددت ربي فزادني مع كل 1000 70,000. ويخلص النبي صلى الله عليه وسلم كلامه، ويبقى احنا كده خلاص فاضل على وفاة النبي 15 يوم. النبي دلوقتي 63 سنة، التعب بدأ يبان عليه جدا، وبدأ النبي على غير عادة يصلي السنن وهو قاعد. وطبعا الصحابة لاحظوا فسألوه: لما تصلي وانت جالس يا رسول الله؟ رد النبي وقال: من همي بالناس. ويدخل سيدنا عمر بن الخطاب على سيدنا رسول الله ويلاقي كام شعرة بيضة بدأت تظهر في شعر النبي. النبي كان شعره اسود لكن طلعت فيه كام شعرة بيضة. فيضحك سيدنا عمر مع رسول الله ويقول له: شبت يا رسول الله؟ رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال له: نعم يا عمر، شيبتني آية في سورة هود. فسيدنا عمر يخاف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: آية؟ أي آية يا رسول الله؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. النبي خايف من الآية دي وشيبته، واحنا بنقراها وفينا اللي ما يعرفهاش اصلا وعايشين كده. خلاص فاضل على وفاة النبي 15 يوم وتنزل اخر آية من القرآن: خلاص يا رسول الله مش هتشوف جبريل في الدنيا تاني، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عشان تبقى الآية مناسبة جدا للحدث العظيم اللي هيحصل. وبمجرد ما تنزل الآية دي يفكر النبي طويلا ويسرح وكأن شريط حياته كله بيمر قدام عينه. غار حراء أول نزول الوحي عليه، عقبة بن أبي معيط وهو بيرمي أمعاء جمل على ظهره وهو بيصلي، حصاره هو وأصحابه في شعب أبي طالب، ولا لما راح الطائف واتضرب واترمى بالحجارة والدم خرج من رجله، ولا لما رفع إيده للسماء وقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، ولا الإسراء والمعراج والأحداث الجميلة اللي حصلت فيها. علشان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف إنه غالي عند ربنا، وإنه لو ما كانش غالي على أهل الأرض فهو غالي عند أهل السماء. ويوم حنين وهو واقف زي الأسد وبيقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ويوم أحد العصيب وابن قمأ بيضربوا على خوذته وترشق الخوذة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويتفجر وجهه بالدم، ويقولوا له الصحابة: ادعوا عليهم يا رسول الله. فيقول لهم: لا، إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت رحمة للعالمين. ويدعي لهم وهو بيخر دم من وشه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. ويوم ما رجع مكة وهو عزيز ويقول لهم: ما تظنون أني فاعل بكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. شريط ذكريات عظيم كل لحظة فيه بتقول النبي صلى الله عليه وسلم شاف إيه في حياته علشاننا. ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم لآخر آية نزلت من القرآن ويقوم يقف ويقول: أريد أن أزور شهداء أحد. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم لشهداء أحد ويقف في أرض المعركة اللي راح هناك وشافها وكأنه بيفتكر أحداثها واللي حصل فيها. ويقف النبي صلى الله عليه وسلم قدام شهداء أحد ويقول: سلام عليكم يا شهداء أحد، أنتم السابقون وأنا إن شاء الله بكم لاحق. أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجملة دي. ويرجع النبي من زيارة شهداء أحد
ويبكي وهو راجع. فسأله الصحابي اللي كان ماشي معاه وكان اسمه أبو مويهبة وقال له لماذا تبكي يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشتقت لإخواني. فرد عليه الصحابي وقال له ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال له لا، بل أنتم أصحابي، أما إخواني فقوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، اشتقت إليهم فبكيت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبو مويهبة أريد أن أزور البقيع، فيدخل سيدنا رسول الله البقيع ويسلم نفس السلام على أهل البقيع، ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم وتاني يوم وخلاص فاضل 14 يوم على الوفاة، ويمرض النبي مرض شديد ويجي على نفسه ويفضل 10 أيام يصلي بالناس وهو متعب جدا وبيتسند على الصحابة، لكن آخر 4 أيام في عمر النبي ما يقدرش يصلي بالناس خلاص، فيجمع الصحابة ويقول لهم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ويصلي أبو بكر بالناس. وفجأة كده والنبي في حجرته وهو سامع أبو بكر بيصلي بالناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يلاقي نفسه قادر فيخرج على الصحابة. أبو بكر الصديق لمح رسول الله صلى الله عليه وسلم فعايز بقى يرجع لورا علشان النبي يخش يصلي بيهم، فشاور له النبي صلى الله عليه وسلم ابقى مكانك. ويقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأول مرة ورا أبو بكر ليأتم به، ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر جالس. وبعد ما الصلاة تخلص سيدنا أبو بكر يسأله يا رسول الله لما لم تتقدم يا رسول الله؟ فيرد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له إن الله عز وجل يأبى أن يقبض نبيا من أنبيائه إلا بعد أن يؤم برجل من أمته، لازم أصلي مأموم علشان ربنا يقول لنا احنا ان دي رسالة لازم تكمل والدين باقي، وهيجي اللي يشيل الأمانة ويكمل الرسالة. دلوقتي بقى فاضل 3 أيام ويشتد المرض قوي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في بيت زوجته ميمونة، فينادي النبي صلى الله عليه وسلم على زوجاته بأدب كبير ويقول لهم أتأذنون لي أن أمرض في بيت عائشة؟ فقلنا أذنا يا رسول الله. كلهم وافقوا، شايفين النبي تعبان جدا وكلهم خايفين عليه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إنه يقوم، ما قدرش، فجاء علي بن أبي طالب والفضل بن العباس ولاد عمه فشالوا النبي صلى الله عليه وسلم وطلعوه من بيت السيدة مأمونة زوجته إلى بيت السيدة عائشة. فالناس شافت لأول مرة النبي صلى الله عليه وسلم متشال، فطبعا الناس كلها قلقت وبدأ الخوف والرعب على النبي صلى الله عليه وسلم يزيد، وبدأ المسجد النبوي يتزاحم بالناس والناس كلها تتجمع، ماله رسول الله؟ إيه اللي حصل للنبي؟ ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت السيدة عائشة، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الموت متعب قوي، امال احنا هنقول ايه؟ وتقول السيدة عائشة رأيت النبي يتصبب عرقا وكلما مسح العرق ازداد، فتقول السيدة عائشة فمسكت ايد النبي امسح بها العرق، فسالوها قالوا لها لما لم تمسحي بيدك، انت بتمسحي بايده ليه؟ فردت عليهم وقالت لهم لان يد النبي اكرم من يدي. وبعدين السيده عائشه بتقول فتذكرت دعاء كان يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم لكل مريض يزوره، كان يضع يده على راسهم ويقول اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي وانت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فبتقول السيده عائشه وضعت يدي على راس النبي صلى الله عليه وسلم وظللت ادعو بهذا الدعاء، فالنبي راح شايل ايديها من على راسه قال لها لا يا عائشة هذا الدعاء لا ينفع الآن، كان ذلك في وقت المدة لما كان لسه في باقي في العمر. فتقول السيدة عائشة فعلمت أنه ميت. وخلاص تيجي آخر ليلة لرسول الله في الدنيا، وبدأ الصوت في مسجد رسول الله يعلى ويعلى، ماله رسول الله ما بيخرجش خالص، تعبان، شفناه متشال، النبي عيان. الهمهمات زادت قوي والصحابة كلهم اجتمعوا في مسجده، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرته صوت الناس عالي، فسأل ما هذا؟ فردوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يخافون عليك يا رسول الله، فقال احملوني إليهم. فأراد النبي أنه يقوم، المرة دي ما قدرش، فبدأوا يجيبوا قرب من الماء يصبوها عليه علشان يفوق ويقدر يقوم، صبوا عليه 7 قرب من الماء حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبكم حسبكم فوقت خلاص. فحملوا النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا بيه من حجرة السيدة عائشة إلى منبر رسول الله، ويقف على منبره علشان تكون آخر كلمات لرسول الله في الدنيا وتكون الوصية الأخيرة لأمته. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فسكت الناس. اسمع بقى وكأنك قاعد تحت رجليه هناك والنبي صلى الله عليه وسلم واقف قدامك على المنبر دلوقتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس وكأنكم تخافون علي، أيها الناس موعدكم معي ليس الدنيا، موعدكم معي عند الحوض، والله لكأني أنظر إليه من مقامي هذا، أنا شايف الحوض دلوقتي. أيها الناس والله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم الدنيا، أن تنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. أيها الناس إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين لقاء الله فاختار لقاء الله. محدش في الصحابة فهم مين العبد ده، الوحيد اللي فهم حبيب رسول الله سيدنا أبو بكر، فبدأ يبكي بحرقة وصوته بدأ يعلى
تعالى، لدرجه انه قام وقف وهم من عاداتهم محدش يقاطع النبي ابدا، فوقف سيدنا ابو بكر وقطعه وقال له فديتك بابي، فديتك بامي، فديتك بولدي، فديتك بمالي، فديتك بكل ما املك. فالناس اتضايقت من ابو بكر، ازاي تقاطع النبي؟ وبداوا ينهروه ويقولوا له اقعد اقعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع خطابه وقال ايها الناس دعوا ابا بكر فما منكم من احد كان له علينا من فضل الا وكافأناه به الا ابا بكر، لم استطع مكافأته فتركت مكافأته الى الله عز وجل. كل الابواب تغلق الا باب ابا بكر. كان كل بيوتهم محوطه بمسجد النبي، وكل بيت من البيوت ليها باب بيفتح على المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر ان كل الابواب تغلق الا باب ابا بكر، لا يغلق ابدا، باب مفتوح لحد النهارده في المسجد النبوي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس من كنت قد جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتص مني. النبي خايف على حقوق العباد. ومن كنت قد اخذت منه مالا فهذا مالي فليقتص مني. ومن كنت قد شتمت له عرضا فهذا عرضي فليقتص مني، فاني احب أن ألقى الله نقيا. النبي خايف من حقوق العباد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. راح واحد واقف وقال له لي عندك 3 دراهم يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له جزاك الله خيرا، أعطيه يا عباس 3 دراهم. وراح قايل النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس الله الله في الصلاة، الله الله في الصلاة، الله الله في الصلاة، وظل يردد هذه الجملة حلفتكم بالله حافظوا على الصلاة. ثم قال أيها الناس الله الله في صلة الأرحام، الله الله في النساء، أوصيكم بالنساء خيرا. وراح قايل آواكم الله، نصركم الله، حفظكم الله، ثبتكم الله، أيدكم الله، رفعكم الله. ويملي النبي صلى الله عليه وسلم عينه من المسلمين ويبص لهم لآخر مرة أيها الناس أبلغوا مني السلام لكل من تبعني من أمتي إلى يوم القيامة، سلموا لي على كل المسلمين ليوم القيامة وعليكم السلام يا رسول الله. وينزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره لآخر مرة خلاص، وعاد إلى بيت السيدة عائشة، دخل في حجرة السيدة عائشة تاني، وتدخل عليه بنته السيدة فاطمة بالليل. وكان من عادته الجميلة إنه يقف لما تدخل عليه ويحضنها. المرة دي ما قدرش، فقال لها ادنوا مني يا فاطمة، فوشوشها فبكت بحرقة. وبعد كده راح موشوشها تاني فضحكت. لما بعد كده سألوها قال لك ايه؟ قالت لهم في الأولى قال لي إني ميت الليلة فبكيت بحرقة، أما في الثانية فقال لي أنت أول أهل بيتي لحاقا بي، فضحكت. دنيا مين هم؟ ولا هممهم الدنيا ولا بيفكروا فيها. وتيجي صلاة الفجر في آخر دقايق للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ويصلي أبو بكر بالناس، ومرة واحدة وبدون مقدمات يقدر النبي صلى الله عليه وسلم يقوم لوحده، فتح الستاره بتاعت باب غرفته اللي بتطل على المسجد واللي محدش بيدخل منها ابدا الا هو. وبمجرد ما يفتح يشوف ابو بكر واقف قدامه وبيصلي، والاف في المسجد بيصلوا وراه، كل متجمع عشان خايفين على النبي. الناس من خوفها على الرسول بايتين في المسجد، محدش بيمشي، والكل طبعا واقف بيصلي. ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم اخر ابتسامه ليه في الدنيا. الصحابه بيقولوا بمجرد ما لقيناه فتح الستاره وخارج حسينا بوجوده وفرحوا فرح عظيم. النبي واقف لوحده ومحدش بيسنده. بيقولوا فكدنا نخرج من الصلاه فرحا برسول الله، فاشار الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مكانكم، فصرنا نسترق النظر الى وجه النبي، كل واحد بيبص على النبي صلى الله عليه وسلم. وبيقولوا والله وكأن الشمس طلعت علينا. صلاه الفجر بيبقى الضوء خافت، الصحابه بيقولوا والله وكأن الشمس طلعت علينا، نور النبي صلى الله عليه وسلم نور كل المسجد. وبيقولوا والله لم نرى رسول الله اجمل ولا انور ولا اضوأ من هذا اليوم. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم خلاص لحجرته، وعند شروق الشمس يوم الاثنين 12 ربيع الاول تقول السيده عائشه رضي الله عنها وضعت رأس رسول الله بين سحري ونحري، ودخل ملك الموت. وتقول فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع ايده الى السماء ويقول بل الرفيق الاعلى، فعلمت انه يخير بين ان يبقى في الدنيا والخلد فيها وبين لقاء الله. ورسول الله يكرر بل الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى. تقول مرة واحدة ثقلت رأس رسول الله، رأسه تقلت وسقطت ايده، فعلمت أنه مات. وتبكي السيدة عائشة وتخرج على الصحابة في المسجد النبوي من نفس الباب اللي متعودين النبي اللي يخرج منه، وهي بتبكي بحرقة وبتقول مات رسول الله، مات رسول الله. بكيت كم مرة علشان وحشك النبي صلى الله عليه وسلم. واقتضيت بيه ازاي؟ طب عرفت ايه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب اخر مرة اتكلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت ايه؟ ولا ما اتكلمتش عنه خالص؟ ولا ما تعرفوش من اساسه؟ حب النبي مش انك تشتري حلاوة المولد لاولادك، ولا تشتري العروسة لخطيبتك، ولا بوست ديني حلو كده على الفيسبوك وانت بتجري على النبي صلى الله عليه وسلم. يوم القيامة هيسألك سؤال واحد، عملت ايه لامتك؟ هتقول ايه؟ ويا اعلاميين ويا اصحاب السوشيال ميديا يلي ما بتجيبوش برامج دلوقتي غير عن الهلس والحاجات الغريبة
غريبة، وفلانة عملت وفلان سوى، ومين طلق مين ومين راح فين. عرفوا الأجيال من هو رسول الله، واعرف إن الدنيا بكل كراسيها وفتنتها ومناصبها وجمالها وستاتها وساحلها الشمالي وقصورها وعربياتها مش باقية لحد، وكل هيموت ومش هيبقى للبني آدم غير عمله بس. خد بالك إن النبي صلى الله عليه وسلم اتولد ساعة شروق الشمس عشان ميلاده ينور الدنيا، ومات ساعة شروق الشمس علشان الرسالة مستمرة وموته ما انتهتش. المهم بقى انت دورك فيها ايه؟ هيفضل نبينا وقدوتنا وحبيبنا سيدنا محمد اعظم مخلوق مهما اختلف العصر. وقول ورايا: اللهم صل على محمد الى ان يأتي النصر.